مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري، بلقب بطولة الدوري المصري. النادي الأهلي النهاردة بيحسم الموقف، خلاص ما عادش بقى فيه لا أول ولا فيه تاني ولا فيه رابع. النادي الأهلي النهاردة بيقول أنا صاحب اللقب، أنا صاحب اللقب. النادي الأهلي النهاردة بيفوز على نادي فاركو بأربع أهداف. لا، مش قصة أربع أهداف، القصة أكبر من كده بكتير. وسام أبو علي لاعب واحد يجيب أربع أهداف، حاجة إحنا ما شفناهاش قبل كده ولا هنشوفها إلا مع النادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي على بطولة لقب الدوري المصري بعد معاناة كبيرة جدا في الدوري المصري. النادي الأهلي يستحقها بجدارة، رغم ان النادي الاهلي كان متاخر تقريبا في المركز الرابع او الثالث، وبيراميدز سابقه بمراحل. النادي الاهلي ما سكتش وما يأسش، اللعيبه ما سكتتش ما يأستش، وطلعوا للمركز الاول في الدوري المصري. والنهارده بيحسموا الموقف ويحسموا الامر وياخدوا بطوله الدوري. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي على الفوز باللقب الغالي. النادي الأهلي النهاردة بيلعب ماتش بيقول للدنيا كلها أنا موجود، أنا هلعب في كأس العالم للأندية، أنا خدت بطولة الدوري وهاخد أي بطولة أنا عاوزها. النادي الأهلي لما خرج من بطولة أفريقيا الناس قالوا خلاص ده خرج من بطولة أفريقيا، هو عاوز إيه تاني؟ النادي الأهلي ما سكتش، ولازم أفرح جماهيري ببطولة كبيرة جدا زي بطولة الدوري. وعلى فكرة أنا من وجهة نظري إن بطولة الدوري تعادل بطولة أفريقيا. بطولة أفريقيا قوية جدا لأن فيها أندية من مستوى افريقيا كلها. اما بطولة الدوري المصري بيقول لك يعني هي مش زي بطولة افريقيا لان كل الاندية من مصر بس. يا حبيب قلبي الاندية اللي في مصر ما فيش فريق في افريقيا يقدر يتنافس معاهم في بطولة ويطلع منهم او يطلع منهم بخير. يا اما يتهزم منهم ماتش واتنين، يا اما يخسر البطولة امامهم. فبالتالي الاهلي النهاردة بياخد البطولة من اكبر فرق في افريقيا كلها. بياخد البطوله النهارده من بيراميدز، وبياخد البطوله النهارده من الزمالك، وبياخد البطوله النهارده من فاركو، وبياخد البطوله النهارده من المصري، وبياخد البطوله النهارده من زد، وبياخد البطوله النهارده من انديه كتيره في مصر وكبيره وعريقه. النادي الاهلي بيثبت للجميع، بيقول لهم انا مش شايف حد في انديه غيري. هو النادي الاهلي بيقول كده لانه خد البطوله عن جداره واستحقاق كامل. لعبوا ماتش ولا اروع، بيظهروا روح كاس العالم للانديه، بيظهروا الشكل اللي ممكن يظهر في كاس العالم للانديه، بس مش ده الشكل اللي هيظهر للاسف الشديد. ده في شكل تاني افضل واكبر احنا ما شفناهوش، ولو شفناه احنا هنستعجب كمصريين كاهلاويه وزملكاويه وجميع الفئات. نادي الاهلي النهارده بيقول انا ما عنديش مستحيل، ما عنديش حاجه اسمها اتهزمت مره اتهزم التانيه. النادي الاهلي النهارده بيقول للجميع انا موجود وعلى القمه وهفضل على القمه. النادي الاهلي الناس بتقول هيتخصم منه 3 نقاط، ما عادش في الكلام ده بقى، خلاص رسميا وبشكل رسمي النادي الاهلي بطل الدوري المصري. مبروك للنادي الاهلي. اعمل مشاركه واعمل لايك واعمل تعليق تشجيعا لينا. الف الف مبروك لكل الاهلاويه.